حضراتكم نقلب الصفحة ونروح لموضوع تاني نوهت عنه في المقدمة وقلنا التطبيع. ولو سألت أي حد في الشارع، أي حد من أي طبقة، وخصوصا وانت نازل على الطبقات الشعبية والمتوسطة، وسألته ايه رأيك في الإنسان اللي بيطبع، هيقول لك جملة ملهاش تاني: لعن الله المطبعين. ليه؟ لأن لا الوقت ولا الزمان ولا الإرادة والإجماع الشعبي رايح لسكة التطبيع. وطبعا لما بنتكلم عن التطبيع يبقى بنتكلم عن إسرائيل. النهارده معانا حقيقة ضيوفنا هيكلمونا أولا يعني إيه تطبيع، ومين اللي يستحق لقب مطبع، وإمتى ينفع التطبيع ولا ما ينفعش على طول الزمان. ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده الأستاذ يسري نصر الله، المخرج السينمائي والدرامي المعروف. أهلا بك يا أستاذ يسري. أهلا بك. شرفنا. والكاتب الصحفي المعروف الأستاذ حلمي النمنة، مشرفنا. أهلا بك يا أستاذ حلمي. وبيبقى معنا الإعلامي والزميل الصحفي عمرو الليثي علشان موقفه المبدئي في هذا الاتجاه. اهلا بك مره ثانيه. اهلا بك تامر. يعني ايه تطبيع يا استاذ يسري؟ انا بالنسبه لي هو كل اي حد بيقبل بفكره ان الانكار اللي بيحصل النهارده في اسرائيل، لان ان اسرائيل دي اتشكلت على طرد فلسطينيين ومذابح، وبيساهم في عمليه التعميه على ده. ده مطبع، مش بس مطبع، يعني ده حاجه فيها شيء بيساهم في عمليه تعميه ناس. مطبع النهارده بقت بتترمى يمين وشمال. انا مع المقاطعه. انت مع المقاطعه؟ ما هياش يعني نبقى واضحين من الاول. انا مش عارف كده القعده كان عندي انطباع كأن الاراء اللي ساعات بطرحها حوالين كيفيه ممارسه المقاطعه بتاعت اسرائيل لانها بتتفهم على انها عادي. لا، ما هياش عادي. انا عمري ما كان بالنسبه لي فكره ان في غموض او لبس في العلاقه باسرائيل دي مطروحه، وما اظنش انها مطروحه مع اي حد حتى من اللي بيتسمى انهم مطبعين. احنا بنتكلم عن في ظرف متهيألي اللي سمعناه في الكواليس ان حد غنى ان في اغنيه جابر البلتاجي. جابر البلتاجي مع السلام. لما واحد بيغني مع السلام يعني في حرب. لا يعني لا معلش لا انا بفهمها كده. لا انا مش هختلف معاك في دي. انا بكلمك عن ملابسات القصه. هو مش بس بيغني للسلام، ده غنى اغنيه للسلام أنا ما أعملهاش. في المعبد اليهودي وعلى استعداد انه يغنيها في تل ابيب. انا ما اعملهاش. دي ظروف القصه. المعبد اليهودي دي ما بتخضنيش لان ده مكان ديني، مش فاهم ليه بيروح بيغني فيه. يعني حاجه غريبه شويه. ما عنديش مشكله مع اليهودي تحديدا. كويس. الشق اللي في الموضوع عندي مشكله مع اني بحاضر الموضوع سفير اسرائيل. أيوة. انك تغني للسلام يعني في صراع هو بيمارس. طب عندك مشكله مع تل ابيب؟ الارجح ان انا اروح هناك لا ما اعملهاش، خصوصا في شيء رسمي. بس ما فيش حاجه. المشكله يا استاذ حلمي ان الاستاذ يوسف شايف ان ما فيهاش حاجه، وهي دي ايه اللي ما فيهاش حاجه؟ ان فيلمك اتعرض في تل ابيب. ما فيهاش حاجه. هو ده اختلاف الرؤى. ناس كتير شايفه ان مجرد ان انا اوافق ان فيلمي يتعرض ايا كان رساله الفيلم يتعرض في تل ابيب العاصمه، ده يعني سيئه السمعه بالنسبه لاي اذن شعبيه في العالم العربي، لا ما يتعرضش، والف لا واصوات تتعالى والسواطير تطلع. ان هو نرجع لاصل الموضوع، وهو فكره التطبيع. وهو التطبيع كما هو مفهوم اقامه علاقات طبيعيه مع الدوله الاسرائيليه. وعلشان نكون واضحين انه منذ 78 في اتفاقيه كامب ديفيد، وفي 79 في معاهده السلام بين مصر واسرائيل، ولكن الكاتب المصري والفنان المصري هو صاحب رساله ودور في العالم العربي، وبالتالي ينبغي أن يظل هذا الدور قائما وأن نحافظ عليه. وبتصور أنه مسألة التطبيع أو أن حد يطبع ده هيخل بهذا الدور ويضعفه. بس إيه هي التطبيع؟ نعم، إيه هو التطبيع؟ هو إقامة، أنا قلت في أول الكلام، علاقة طبيعية. إقامة علاقة طبيعية مع الدولة الإسرائيلية. كلام واضح. فيما يخص الكتاب والفنانين والمبدعين، ان الدولة عملت سلام، هذا امر يخصها، ان في اتفاقيات رايحه جايه. طبعا ممكن هتقول لي هنا ما احنا عندنا مشكله في عدد كبير من شبابنا واولادنا بيروحوا يسافروا. ودي وانه في بعضهم ارتبطوا بفتيات وسيدات هناك وليهم اطفال، وفي دي مشكله اخرى. ممكن هتقول لي والله طب ما في اتفاقيات الكويس. كل ده الدولة بتعمله لأسباب بتراها
نوافق عليها او نرفضه، هذا امر يخص الدوله. الكاتب والفنان والصحفي انا بتصور انه